إلى ذلك قال سالم عليان مدير مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة أن الوقفة القبلية تجسد التلاحم الشعبي خلف مجلس القيادة الرئاسي ودعم قراراته وخيارات المؤسسة العسكرية في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية ومواصلة معركة استعادة الدولة وتحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية. وأضاف عليان أن الوقفة تعكس رفضا شعبيا لانتهاكات ميليشيا الحوثي وتؤكد وقوف أبناء الخوخة إلى جانب القوات المسلحة في الدفاع عن السيادة الوطنية ومساندتهم للإجراءات الرامية إلى ردع الميليشيا واستعادة مؤسسات الدولة. اليوم وقفة قبلية لأبناء الخوخة تجسيدا للتلاحم لرفض الانتهاكات الميليشيا الحوثية الإيرانية في السيادة اليمنية ولدعم خيارات المؤسسة العسكرية وقرارات مجلس القيادة الرئاسي للتخلص من ميليشيا الحوثي وتحرير ما تبقى من التراب اليمني.